هل ممكن تيك توك ينهار بسبب الموضوع دوّة؟ والناس اللي بتقدّم محتوى من النوع دوّة، هل خلاص فيديوهاتهم ما بقاش ليها لازمة؟ أكتر من 100 مليون فيديو على التيك توك خلاص هيتوقفوا. أكيد أنتم عارفين إن كتير من الفيديوهات اللي على التيك توك بتستخدم الأغاني بشكل مجاني، وده كان عن طريق اتفاق ما بين شركة تيك توك ومؤسسة UMG أو Universal Music Group، المؤسسة اللي بتمتلك أكتر من 100 مليون أغنية من الأغاني اللي موجودة على التيك توك اللي الناس بتستخدمها في صناعة فيديوهاتهم، واللي رفضت إن هي تجدد العقد بتاعها مع تيك توك، واللي انتهى 31 يناير يعني أول امبارح. طيب إيه اللي هيحصل؟ أي فيديو فيه أي أغنية من ال3 مليون أغنية اللي تابعة للمؤسسة ديّة هتتشال منه الأغاني ديّة وهيبقى من غير صوت، واحتمال كمان يتمسح. مش بس كده، الفيديو هيتمنع من الظهور على الفور يو حتى لو كان محقق ملايين المشاهدات. تيك توك بيواجهوا أزمة كبيرة جدًا في الموضوع دوّة، واللي أعتقد إنهم هيحاولوا يحلوها، لأن ده لو ما حصلش فتيك توك هتخسر كتير، لأن أغلب مستخدمين التطبيق ده في الأساس بيعتمدوا على النوعية ديّة من الفيديوهات. بالتالي تيك توك بعد ما حقق النجاح والانتشار الرهيب ده كله، يظهر إن قدامه تحدي كبير الفترة اللي جاية. ويمكن علشان كده تيك توك بقى لهم فترة بيحاولوا يشجعوا الناس إنهم يعملوا محتوى بصوت أصلي. أنا ما عنديش مشكلة، لأن نوعية المحتوى اللي باقدمه بيكون بصوت أصلي وما بيعتمدش على أي أغاني. فحاول إنك تعتمد على صناعة محتوى بجد بعيد عن الليبسينج أو الرقص على الأغاني. ده غير فكرة إن هي حرام طبعًا. تخيل إن كل الملايين اللي اتفرجوا عليك أو عليكِ وأنتِ بترقصي أو بتعملي ليبسينج علشان تعملي دعاية أو تبيعي منتج أو حتى فور فن، تخيل شكل الميزان هيكون عامل إزاي بعد ملايين السيئات الجارية دي كلها.